السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ انا بنت شيف. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه، ويلا بينا نعمل النهارده مع بعض اكله سهله وسريعه وما تاخدش منك وقت خالص، بس طعمها يجنن. بس قبل ما نبدا نسمي بسم الله ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ويلا نبدا مع بعض. اول حاجه معايا بطاطس مكعبات زي ما انتم شايفين، هبدا احمرها. هبدا احمرها معايا بالشكل ده الاول. وكده البطاطس اتحمرت معايا، هنشيلها ونكمل الاكله بتاعتنا. اهم حاجه انا عايزاها تكون متحمره كده كويس. تمام. وكده البطاطس جاهزه معايا. نبدا بقى نكمل بقيه الاكله بتاعتنا. هنبدا بقى في طاسه على البوتاجاز، وهنزل بمعلقه زبده كبيره، يعني تقدري تقولي كده معلقتين كبار مش معلقه واحده. واول ما تبدا تدوب معانا كده هضيف قطع الفراخ. انا مقطعاها مكعبات زي ما انت شايفه، هنضيفها كلها. مش هقلبها طبعا، شوفوا الزبده، خليها تاخد صدمه الاول. الصدمه دي مفيده ان بتقفلك المسام بتاع الفراخ، وكمان بتمنع اي زفاره او طعم مش حباه في الاكل. بالعكس، وبتدي طراوه للحمه حلوه قوي، وكمان بتخلي الفراخ ما تنشفش خالص مهما خدت تسويه، او لو حتى بتشويها، علشان بتكون الصدمه دي قفلت معاكي كل المسام. يعني لو بتعملي لحمه بتعملي فراخ، اديها صدمه الاول وما تفضليش تقلبي فيها لحد ما تاخد لون، وبعد كده قلبي فيها براحتك علشان تاخدي نتيجه حلوه. كده الفراخ بدات تاخد لون اهو، نبدا نقلبها. ريحه الزبده مع الفراخ تجنن. دلوقتي هضيف لها فصين توم متقطعين كده، نديهم تقليبه كلهم مع بعض. اهم حاجه التسويه بتاعتك على نار هاديه. تمام كده. ودلوقتي هضيف رشه زعتر. الفراخ بقى مع الزعتر والثوم والزبده ريحه مش عايزه اقولك عليها، تجنن. اكيد شمينها معايا صح؟ بعد ما اديها تقليبهم مع بعض كده، الثوم والزعتر والفراخ، هضيف على طول ايه؟ فلفل اخضر، وهقلب مع بعض. شايفه كل الفراخ بتاعتها بقت لون واحد، وقد ايه طعمها يا جماعه بجد تحفه. شايفه. ودلوقتي هضيف جزر مقطع مكعبات، نقلب. وهنا على طول هنزل ببصل، شوية بصل حلوين كده، يعني بصلاية كبيرة. ونقلب كل ده مع بعضه. شايفة؟ أكيد شمين الريحة من هنا تجنن.
ودلوقتي هبدأ احط البهارات. البهارات بتاعتي عبارة عن ملح وكزبرة وقرفة وبابريكا وجوز الطيب وفلفل اسود وبهارات فراخ. هبدأ اضيف كل ده. ونقلب مع بعض. طب كده خلاص؟ لا، لسه فاضل حاجة بسيطة خالص، او لا، حاجتين كمان علشان يبقى الطبق بتاعي كامل معايا. طيب فاضل مكونات تانية هضيفها. لسه فاضل طماطم متقطعة برضو، وهقلب كل ده مع بعض. الله على الريحة، شميه، تحفة تحفة تحفة. طب ايه بقى الحاجتين اللي ناقصين؟ حاجة هنحطها دلوقتي اللي هي دبس الرمان، هتخلي الطعم بتاعك في حتة تانية خالص. يعني معلقة كبيرة كده. والحاجة الأخيرة هنضيفها بعد ما الفراخ تستوي خالص. هي كده خلاص من التشويحة دي، هتديها كمان 10 دقايق وهبدأ أشيلها من على النار ونضيف آخر حاجة ليها. طبعا النار هادية علشان الفراخ تستوي براحتها خالص. تمام كده، الفراخ عندي استوت وبقت جاهزة، شايفة؟ عاملة ازاي من جوه، الطعم بجد يجنن. فاكرين بقى البطاطس اللي حمرناها في اول الفيديو؟ هبدأ اضيفها واقلبها كده مع الفراخ. بجد طبق مش ناقصه اي حاجة غير عيش بس وخلاص، او لو حابة تعملوا جنبه مكرونة. بس بالشكل ده. طب هي دي الحاجة اللي احنا قلنا هنضيفها في الاخر ويبقى كده خلصنا؟ لا، مش البطاطس. امال هي ايه؟ اخر حاجة هي عصير ليمون على الفراخ وعلى الخضار اللي موجود ده، هيديكي طعم تحفة. طبعا التكاية دي لازم تعمليها، هتديكي طعم حلو قوي. تولعي فحمية وتحطيها وتغطي، هتاخد كده من ريحة الفحم وهتزيد كمان اجمل واجمل. وبكده تكون خلصت الفراخ بتاعتنا، شايفة؟ لو وصلتوا معايا الفيديو لحد هنا، يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو وتقولوا رأيكم في التعليقات. وبالهنا والشفا.